نهائي السوبر بين الاهلي والزمالك، لو شفت واحد اهلاوي بيقول لك المباراة سهلة قول له انت ما بتفهمش كورة، ولو شفت واحد زملكاوي بيقول لك المباراة سهلة قول له برضو انت ما بتفهمش في الكورة. مفيش مباراة قمة سهلة، وبالذات لما تكون على بطولة. تمام. لو يانيك فيريرا مدرب الزمالك اللي مشى كان لسه موجود كنت هقدر اقول لك المباراة ممكن تكون في المتناول للاهلي. دي حاجة. الحاجة التانية، لما تلاعب مدرب زي احمد عبد الرؤوف، مدرب جديد، مدرب شاب، مدرب بيعرف يرص لعيبته صح، مش اللي هو هينزل لك ال 11 او ال 10 جريجون ويقول لهم اعملوا اللي تعملوا، لا. مدرب فاهم الملعب. يعني لما اصعب مدرب تقابله اللي هو بحفز اللعيبه تعمل ايه في الملعب، بحفز كل واحد مكانه. انت هتعمل كذا في مكانك بس. ما بيطلبش من اللاعب انك انت تموت نفسك طول الملعب رايح جاي، لا. احمد عبد الرؤوف اقسم بالله مدرب ممتاز، مدرب ممتاز. انا واحد من الناس كنت بشجع الزمالك في ماتش الزمالك وبيراميدز، والله العظيم في ناس مش هتصدقني، بس كنت بشجع الزمالك. سوبر ايه اللي هيتلعب بين الاهلي والزمالك وبيراميدز؟ سوبر ايه؟ يعني انا مثلا يعني اكسب بيراميدز في النهائي، خدت السوبر، تمام، هحفل على مين؟ يعني انا كاهلاوي يعني هحفل على مين؟ فين جمهور بيراميدز اللي هيحفل عليه مثلا؟ فين جمهور بيراميدز اللي هيحفل عليه لو خسرني السوبر؟ مفيش. لكن مثلا انا ماتش الزمالك انا ممكن اخد 3 ايام احفل على جمهور الزمالك بعد الماتش، ممكن جمهور الزمالك ياخد 7 سنين يحفل عليه بعد الماتش عادي، والله. لكن تقول لي اهلي لاعب بيراميدز او الزمالك وبيراميدز في النهائي، يبقى انت مالكش في الكوره، مالكش في الكوره. الكوره معموله للجمهور، لشويه الضحك والهزار اللي بنهزروهم. لكن لما تيجي تقول لك يجي واحد مثلا يقول لك لا ده الاهلي هيفوز سكور مثلا، او هيقول لك المباراه سهله، قول ما بتفهمش. واحد زملكاوي هيجي يقول لك المباراه سهله قول له انت ما بتفهمش. مباراه القمه ملهاش توقعات، ملهاش توقعات. مش بقول لك اهو الاهلي فرقه جباره وفرقه مرعبه وفيها لعيبه تقيله، الماتش مش مضمون.